طبعا اكو سبوت لايت سلطتها قطر وحاليا المغرب على بلدهم من خلال الرياضة وكرة القدم. خلوا دول العالم، طبعا قطر وصلت هاي المرحلة انه نظمت كأس عالم وكأس العرب وبطولات كثيرة، ولكن حاليا المغرب ايضا عندهم كأس افريقيا وكأس العالم 2030. خلوا العالم كله يشوف ثقافتهم، اقتصادهم، اسلوب حياتهم، وصلوا فكرة عن بلدهم حلوة. فهذا الشيء نفتخر به بصراحة، ونتمنى انه بلدنا العراق ايضا يخلي سبوت لايت او يسلط الضوء على العراق الحبيب من خلال الرياضة وكرة قدم، ونستضيف بطولات مثل ما قطر استضافت وايضا حاليا المغرب. فراح نشوف بصراحة تأثير هذا السبوت لايت الرياضي على المغرب كدولة، وايضا على رياضتهم. راح تكون بالايجاب بطريقة مثل ما شفناها، شلون صارت طريقة ايجابية لما قطر نظمت كأس العالم وكأس العرب وبطولات كثيرة. فبصراحة هذا الشيء جدا مؤثر، نتمنى نشوفه بلدنا العراق، انه نستضيف بطولات على مستوى عالي، وننقل صورة بلدنا بطريقة حلوة.